وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أبو جهل من أشد الناس عداوة للإسلام، وطلع له ابن اسمه أكرمة متشرب منه نفس العداوة ونفس الغلظة في الطباع، وكان دايما بيحارب الإسلام وبيخطط لقتل النبي وهدم الدعوة في كل مكان. فلما دخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وسمع أكرمة إن النبي دخل مكة فاتحا هو وأصحابه، جري هربان على اليمن. وتيجي مرات أكرمة ابن أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا رسول الله، أكرمة هرب وأنا محتاجاه عشان الولاد وهو جوزي واللي بيصرف عليا أنا والعيال. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القلب الرحيم على طول يقول لها: هاتيه من على حدود اليمن وخليه يرجع، أنا عفيت عنه. شفت النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة دي دخل على أصحابه وقال: يأتيكم الآن أكرمة، بلاش تنهروه، بلاش تضايقوه وتزعقوا له. قال: فلا تسبوا أباه، لأن السب لا يصل إلى الميت ويؤذي الحي. النبي خاف على مشاعر وقلب أكرمة حتى وهو أشد الناس عداوة للإسلام، خاف لا تتجرح من سبه لأباه وذكر ألفاظ ممكن تأذي أكرمة. لما أكرمة بن أبي جهل تفاجأ بهذه الأخلاق وبالأسلوب الراقي اللي اتقابل بيه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، قال للنبي: يا محمد، كلمني عن الإسلام. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه عن الإسلام ويسلم أكرمة بن أبي جهل، وأصبح الآن هو سيدنا أكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، فاتح بلاد الشام. شفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيخلي الأعداء والشام.